السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل حلقة عن أغلى 10 انتقالات للاعيبة انتقلوا من أندية لأندية من فترة يعني مش طويلة قوي، وهنعرفكم بهم إن شاء الله. فمن غير كلام كتير هنخش في الفيديو، بس قبل حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو متنساش تقولي في الكومنتات إن هو عجبك وتشجعني أكتر إن هو أعمل أفكار من دي يعني. ومن غير كلام كتير يلا نخش على الموضوع على طول. اول حاجه اول انتقال لاعب نيمار انتقل من برشلونه لباريس في 2017 ب 222 مليون يورو، وده كان تقريبا قيمه الشرط الجزائي بتاعته اللي باريس كسرتها ودفعتها ليه عشان ينتقل ليها يعني في 2017. تاني واحد كيليان امبابي من موناكو الى نادي باريس سان جيرمان برضو في 2017 ب 145 مليون زائد 35 مكافآت. ده رقم 2. رقم 3 جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في 2019 بمبلغ 126 مليون يورو، وكان وقتها ده أتلتيكو مدريد بقى فترة ما عملش صفقات بمبالغ كبيرة يعني، ولسه لحد دلوقتي على فكرة ما عملوش مبالغ صفقة بمبلغ كبير زي ده، لحد متمسكين باللاعب برضه ومش هيسيبوه برشلونة تقريبا برضه يبيعوه بمبلغ سهل برضه. أعتقد إن هما هيطلبوا فيه مبالغ عالية لما يجي يبيعوه. مش معروف عن اتلتيكو مدريد هما بيحبوا يجيبوا لعيبه بصفقات خرافيه زي السيتي وريال وباريس وكده يعني. هما الرينج بتاعهم تقريبا ما بيتعداش 60-70 مليون، فده كانت الصفقه يعني عدت القواعد بتاعه اتلتيكو مدريد. ورقم 4 انزو فرنانديز من بنفيكا الى تشيلسي في 2023 بمبلغ 121 مليون يورو. وبعد كده كوتينيو من ليفربول الى برشلونه في 2018 بمبلغ 120 مليون يورو زائد 40 مكافآت، يعني كله 160 مليون يورو. وتقريبا ده منجحش اوي مع برشلونة، مش تقريبا، هو اكيد ما عملش حاجات زي اللي كان بيعملها مع ليفربول مع برشلونة، وبعد كده راح اعارات وكده ومشى من برشلونة. جريزمان من اتلتيكو مدريد راح برشلونة ومنجحش اوي برضه في 2019 ب 120 مليون، وكان رجع لهم تاني ومتألق معاهم دلوقتي. جريليش من استون فيلا راح مانشستر سيتي في 2021 ب 117 مليون. لوكاكو من انتر ميلان الى تشيلسي راح في 2021 بمبلغ 115 مليون يورو. طبعا كل المبالغ ب 100 مليون يورو. عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند الى برشلونة في 2017 بمبلغ 105 زائد 45 مليون مكافآت، يعني داخلين في حكاية 145 مليون يورو كله على بعضه يعني. بول بوجبا من يوفنتوس لمانشستر يونايتد في 2016 بمبلغ 105، مع انه كان ماشي من عند مانشستر يونايتد ببلاش. هو اصلا لاعب من تقريبا طالع من اكاديميه مانشستر يونايتد يعني، راح مشي من عندهم ببلاش ورجع لهم بمبلغ كبير برضه. بعد كده جود بيلينجهام بروسيا دورتموند لريال مدريد لسه من قيمه الموسم ده يعني بمبلغ 103 مليون يورو. واخيرا جاريث بيل من توتنهام الى ريال مدريد ب 2013 بمبلغ 100 مليون يورو. ده كان يعني حبيت ان انا اقول بس هما ابرز 10 لعيبه انتقلوا بمبالغ كبيره. طبعا في اكتر من كده وفي لعيبه كتير عن كده، ان شاء الله نعمل جزء تاني لو عجبك الجزء الاولاني. مش عايزه اطول اكتر في الفيديو كده عشان لسه طريقه الكلام بتاعتي مش مظبوطه، ولسه مش متعود انا اتكلم قدام الكاميرا كتير. بس ان شاء الله في تحسن في الفتره الجايه وفي فيديوهات كتير في الفتره الجايه ان شاء الله، مش هنوقف فيديوهات، والقناه ان شاء الله بدعمكم تكبر. والسلام عليكم. Get on my head. Get on my head.